حاجه جميله جدا جدا، وده يمكن خبر لنادي الزمالك برضو من ناس محترمه جدا، كما هو العاده او كما هي العاده من هؤلاء اللاعبين، هم لاعبي كره اليد في نادي الزمالك. كما عهدناهم دايما رجاله، كما عهدناهم دايما. هم يمكن دلوقتي اللي شايلين اسم نادي الزمالك ورافعينه فوق، يعني مع احترامي لعيبه كره القدم، ولكن الناس دي معديه لعيبه كره القدم بمراحل، بيكسبوا كل حاجه يخشوا فيها. بصوا خلوا جماهير اللي هي دايما بتعشق الكوره، بص عاملين معاهم ايه في استقبالهم لما جم من افريقيا، على الرغم من عدم حصولهم على البطوله، ولكن بص الناس حاسه ان الناس دي على طول رجاله بتتعب بتكسب. طلع تاني افريقيا بطل السوبر، هيطلع بكاس عالم انديه العام الثالث على التوالي. ناس محترمه. يمكن الخبر اللي معايا يتنازلون عن ربع مستحقاتهم للزمالك، يعني ربع مستحقاتهم اللي هي مستحقاتهم كلها اساسا هتلاقيها ربع لعيب في نادي الزمالك، لعيب كوره يعني، لكن هم كمان بيتنازلوا عن ربع. احنا ما سمعناش وما شفناش لعيبه في نادي الزمالك الدرجه الاولى حد تنازل غير عمرو زكي. دول ناس بتاخد اعتقد يعني اكتر واحد في الهاندبول بياخد ربع مرتب لعيب كبير في نادي الزمالك، لكن دول حاسين بنادي الزمالك ومشكلته وتنازلوا عن ربع مستحقاتهم اللي هم ما خدوهاش لسه. يعني بجد اهداء مني لعيبه نادي الزمالك الكبار في نادي الزمالك، طبعا ما عدا عمرو زكي لان عمرو زكي راجل عمل اللي عليه وزياده. دول حاسين بنادي الزمالك، حاسين بالازمه اللي هم فيها. مش انا مش بقول واجب، ولكن رجاله يعني، ناس بتحس بالموقف اللي هي فيها، شايفه نادي الزمالك حاول، مع ان دول مظلومين من اداره نادي الزمالك بشكل كبير، ولكن بصراحه انا كل يوم بيزدادوا ويكبروا في عيني بشكل على المستوى الشخصي يعني.